أول يوم ليا في مدرسة جديدة، متأكدة إنه هيكون رائع. أوه آسفة، البورد بتاعي وقع مني غصب عني. انتي كيت البنت الجديدة؟ هاي إزرا. هاي سام. همشي معاكي لحد الكلاس. دي بتاعتي أنا. تيجي نخرج سوا النهاردة؟ ابعد يا فامباير. فكرة حلوة. ريحتك زي الكلاب. انتي جميلة جدا. كفاية ألعاب يا فامباير. مش هتقدر توقف حبنا يا وير وولف. يلا نخلص الموضوع ده بمعركة في آخر خناقة لحد الموت زي الرجالة. أنا اللي كسبت. كيت بتاعتي. ابعد، أنا مش هضيع وقتي عليك. أنا كنت فاكر إن عندك وقت كتير. أشوفك في الحفلة. لازم أمشي. كيت بعتت لي رسالة مستنياني في حفلة سيلينا. إيه؟ هتخرجوا سوا في الحفلة؟ أنا جاي معاك. إزرا وسام. هي دي الحفلة؟ فين الناس؟ شكلها كانت عايزة تشوفك انت بس يا برو. أصل أصحابي معرفوش يجوا، بس انتوا ضيوف المميزين جدا. أما بالنسبة لك يا كيت،
أنا جبت معايا إكلير بالموز. موز؟ شكراً، بس عندي حساسية منه. يلا نستمتع. إيه؟ النور طفى؟ يلا نحكي قصص مرعبة. أنا اللي هبدأ. أنا عارفة قصص كتير تخوف عن الفامبايرز. بجد إزرا بيحب القصص دي. هيلينا نقلت مع باباها لولاية جديدة، واضطرت تبدأ في مدرسة جديدة. حياتها كانت مملة لحد ما لاحظت واحد معين في المدرسة. كان وشه شاحب وعينيه بتتغير من ذهبي لأسود، وكان بيبص لها كأنها وجبة غدا. هو أنقذها من موت مؤكد. لحظة، هي مش دي توايلايت؟ اسكت يا سام. مش هيلينا زي سيلينا؟ ده أكيد فيلم توايلايت. أيوة، وهو ما بينامش مش كده؟ ولا بياكل أكل عادي. وممكن لو سمحت آخد قهوة قرع عسلي وقهوة دموية؟ ويقدر يجري أسرع من العربية. ده بيوجع. الفامبايرز مش كده خالص. بجد؟ طب قول لنا شكلهم ايه بالظبط؟ افضل احكي لكم قصة عن واحد ويرولف كان بيوصل بنت لبيتها بعد حفلة المدرسة لما هاجم عليها ديب ضخم. حس بحاجة بتحصل معاه، حاجة ما عرفش يفسرها. كل ما يبقى القمر مكتمل بيتحول لكلب يوركي. انت بتقول ايه؟ النور رجع. يلا نكمل الحفلة. أسفة، أنا لازم أمشي. انا هوصلك. لا، انا اللي هوصلك. أنا همشي لوحدي. إزرا، خليك شوية. اشوفك في المدرسة بكرة يا سيلينا. مش مصدقة إن في 2 ولاد في مدرستي معجبين بيا. أعمل إيه؟ هما الاتنين أطوارهم غريبة بس لطف جدا. أختار إزاي بينهم؟ إيه؟ ورق الطاروت؟ ده جه منين؟ هي، في حد هنا؟ انتي هنا لسبب قلبك مليان شكوك. أيوة، أنا متلخبطة. خليهم يورولك الطريق. واحد منهم مخبي طبيعته الحقيقية، مش بيقدر يتحكم في نفسه طول الوقت، خصوصاً وقت القمر الكامل. سام هو فعلاً غريب شوية. ما فيش أسماء، بصي بس. انتوا الاتنين مش لبعض، عالمه مش مناسب ليكي. طب لو اخترت التاني؟ حبه ممكن يفضل للأبد، بس ممكن يكون مميت. ساعة أحسن اختيار هو نفسك انتي. يعني ايه الكلام ده؟ هما الاتنين توكسيك. $20 وامشي. بس لو أنا حبيته. الأول لازم تعترفي، اخترتي مين؟ أعمل إيه؟ وهي كيت معاك؟ طبعا لأ. عرفت ازاي انها هنا؟ استنى، انت بتراقبها؟ الاحتياط احسن من الندم. وانت بقى عرفت مكانها ازاي؟ شميت ريحتها. يلا، انا ممكن اعرف مكانها. رائع. فكرة اني امشي وراك كانت فكرة كويسة. انا ما عزمتكش يا استاذ ادوارد كولن. كيت. أوفو، ده فخ. ده فضة. اهدي يا كيت، الولاد في أمان لحد دلوقتي. سيلينا. هاي إزرا. أهلاً يا سام. كنت فاكرين إن كيت رجعت بلدها القديمة وسابتكم انتوا الاتنين؟ بتعملي كده ليه يا سيلينا؟ لسه ما فهمتش؟ أنا عايزة أكون خالدة زيك.
هي بتقول إيه؟ أوه، حبيبك ما قالكيش؟ هو فامباير. ها، طبعاً انتي بتستاهليش تكوني مع واحد زيه، لكن أنا أستاهل. عمري ما هكون معاك يا سيلينا. أنا مش محتاجاك، أنا محتاجة قوتك بس. زهقت إن محدش واخد باله مني. حولني وهسيب كيت تمشي. إزرا لأ. أنا حلفت إن عمري ما أذي حد، كله بسببك إننا هنا. اسكت يا وير وولف. انتي أغبى مما كنت فاكرة. أنا كنت بديكي تلميحات وهو دليل كمان. أنا مش فاهمة، أنا كنت بحاول أخلص منك لدرجة إني دفعت فلوس للعرف عشان توصلك الرسالة. إيه ده؟ ده هيدمرك للأبد. كيت، ده وقت الاختيار. إيه؟ هتختاري مين يا كيت؟ فامباير ولا ويرولف؟ أنا ما أقدرش، دي مش لعبة. لا، دي فعلا لعبة، وده آخر مستوى. ممكن تنقذي واحد بس. فكري يا كيت، فكري. شكرا، بس عندي حساسية. موز. أنا اخترت، مش عايزة أخليهم يسمعوا. لا، أنا ما قصدتش. طلع إن الوحوش الحقيقيين مش لازم يكون عندهم مخالب أو أنياب. الناس اللي بتضحك في وشك وفي الحقيقة هم بيخططوا من ورا ظهرك عشان يدمروك. سيلينا مشيت، الناس بتقول إنها اختفت خلاص. يمكن فضلت تمثل إنها حد تاني لحد ما بقتش عارفة نفسها، وفي نفس الوقت أنا لقيت نفسي. أنا هنقل تاني، بلد جديدة، مدرسة جديدة، بس عايزة أحتفظ بصداقتكم. معاك يا إزرا، وإنت يا سام. العرافة كان عندها حق، ساعات أحسن اختيار مش بيكون بين ولدين، بيكون نفسك أنت وبس.